كاينين بزاف ديال المعلومات خاطئه وغير مجديه فاش كيتعلق الامر بالحصول على وجه نموذجي اللي كلشي باغي. في هذا الفيديو غادي نعطيك نصائح اللي غادي تعطيك وجه اصغر حجم واكثر جماليه. وفي هذا الفيديو قلبتو بحد عاد درتو. خليونا ما نضيعوش الوقت كثر. معكم ايكو، لايك وابوني. نبداو. باش تاخذ وجه جذاب هادشي كيعتمد على 3 ديال العوامل: دهون منخفضه في الجسم، بشره مشدوده، وعضلات الوجه. وانا غادي نوريك كيفاش نخدموا كل وحده من هادو بشكل صحيح. اول حاجه انخفاض نسبه الدهون في الجسم ديالك. انا نعطيك واحد المثال. عندنا جوج ديال الناس بجوجهم كيوزنوا 80 والهدف ديالهم هو يحيدوا الدهون من الجسم. الاول نقص بزاف ديال الماكله والسعرات الحراريه ونقص 9 كيلو في شهرين. اما الثاني خدا واحد الطريق اكبر انتظاما، كيخسر الوزن بطريقه اللي ثقيله ولكن ماكلته عامره بروتين زائد الكارديو، وحتى هو خسر 9 كيلو ولكن في وقت اكثر من الاول. في نظرك دابا شكون اللي غادي يبان احسن من الاخر؟ بطبيعه الحال الثاني. فراه تنقص الوزن فيه وفيه، ماشي غير اجي نقص الماكله وصافي. خاصك تكون فحال الراجل الثاني، خلي الوقت للجسم ديالو وفين يولف على داك المنهج. وفر البروتين الكافي لصحته، وهادشي اللي غادي يخليك تكتسب عضلات اكثر حتى في الوجه ديالك. وهذا البلان ضروري فالا كنتي بصح باغي داك الوجه الزوين. اما نقصتي الماكله في دقه واحده فراه الوجه ديالك غادي يضعف بواحد الطريقه اللي ما بلانش. احسن طريقه تنقص بها الوزن هي تحسب السعرات اللي كتدخل. اما الا سولتيني انا نقول لك لما كانش عندك بحال الحساب بحالي فاحسن طريقه هي الوجبات. احسن بزاف، كتخليك ما تحسب ما تحمق راسك، واللي هي كالتالي: كل 3 ديال المرات في النهار. ثانيا حط الماكله في الطباصل اللي صغار. ثالثا قسم ماكلتك متساويه من الكارب والبروتين والدهون الصحيه. وبهذا البلان انت كتاكل ماكله يوميا وبكميه قليله وكتدخل كميه متساويه من العناصر الغذائيه باش تحافظ على الميسكل ديالك. ولا كنتي كتكره تحسب الكالوري ديالك، طبق هذا البلان اللي قلت لك راه صالح ليك. الخطوه الثانيه سكين كير روتين. شنو الفائده ديال نقصان الدهون؟ الا كانت عندك بشره قبيحه الظهر ديالك يعتمد بشكل كبير على بشرتك، ويمكن لك تقسم الروتين على 3: التنظيف والترطيب والحمايه من الشمس. واهم جزء في روتين العنايه بالبشره هو تعرف النوع ديال بشرتك. وانا غادي نوريك واحد البلان في كيفاش تعرف. غتغسل وجهك بالصابون عادي وتستنى شي ساعه ولا ساعتين، والا بديتي كتحس بشرتك مزيره وكتقشر فراه من المحتمل تكون بشرتك جافه. اما الا كانت عندك لمعان في وجهك كامل فبشرتك دهنيه. اما الا كانت جبهتك ونيفك وتحت شفايفك اللي فيهم واحد اللمعان تكون عندك بشره عادي. ديجا درت فيديوهات على السكين كير، ولكن افضل طريقه باش هادشي يبقى ساهل وانت ما تحتاجش بزاف ديال لي برودوي وهادشي يجيك ساهل، فكل بشره كتحتاج ل3 ديال لي برودوي على حسب النوع ديال بشرتك: منظف ومرطب وواقي من الشمس اللي صالح لكل شيء. البشره الجافه كنصحكم بهاد لي برودوي، والبشره الدهنيه كنصحكم بهادو، اما البشره العاديه كنصحكم بهادو. نمشي لرقم 3: العضلات ديال الوجه واللي كيلعب واحد الدور مهم في الشكل ديال الوجه ديالنا. وبلا به الوجه ديالنا الشكل ديالو كيبان مرخي وما منحوج، والوجه المنحوج تيكمل ليك الاستاتيك بادي ديالك والبشره الزوينه. ما تخافش، ما خاصك لا عمليه تجميل لا والو. كاينين شي تمارين اللي غادي نعطيهم لكم بسيطه وتقدر دير لك العجب في وجهك، وغادي تقوي لك عضلات وجهك بواحد الطريقه اللي رهيبه، بحال تجمع شنايفك وتنفخ الحناك ديالك. وزيد عليها هاد اللعيبه ديال الجو لاين اللي غادي تنفعك بزاف وتبقى ديرها كل صباح ملي تفيق قبل ما دير اي حاجه. كاينه حتى هاد اللعيبه اللي كتشد لسانك وكدير ورا سنانك اللي في الفك الفوقاني ديالك وتسد فمك وتبقى هكاك دقيقه كل نهار. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم. هنا وصلنا للاخر ديال الفيديو. لايك وابوني، ما كرهتش نشوف الماكس ديال البارطاج. الله.